السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض كعكة اسمها كعكة عرفة. بنجيبها كنا احنا صغيرين من السيدة زينب. معايا نص كيلو دقيق، ومعايا معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر. هننخل المقادير دي مع بعض. ومعايا كيس خميرة بيرة، او لو عندك خميرة من عند الفرن حطي معلقة كبيرة. هنقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض عشان ندخل فيها هواء ويمتزجوا كلهم مع بعض. في الوقت ده واحنا واقفين نعمل الحاجة، نقول الإذكار والصلاة على رسول الله. ربنا يبارك لنا في الوقت وفي اللي احنا بنعمله. معايا هنا كوباية لبن رايب او كوباية زبادي المتوفر عندكم، ومعايا بيضاية. والمفروض بس انا ما صورتهاش كيس فانيليا او معلقة فانيليا. هنمزج الحاجات دي كلها ونعجنها كويس مع بعض لغاية ما تتكون عندي عجينة طرية وملزقة. يعني انا عايزاها عجينة طرية، مش عايزاها زي الفطير افردها، لا انا عايزاها طرية. بكون مسيحة هنا معلقتين زبدة او سمنة، فاحطها على العجينة واعجنها، اعجن فيها لغاية ما السمنة تختفي خالص. حتى لو اتفرتكت العجينة ما تخافيش، عجيني فيها هتلاقي العجينة شربت السمنة. وهنا هريحها شوية، المفروض نص ساعة، وبعدين اجيبها اقطعها كور صغيرة. انا النص كيلو ده عمل معايا 20 كعكة متوسطة. هجيبها وارصها معايا صينية مدهونة سمنة او زيت، بس الافضل زيت. هقطع الكور واسيبها ترتاح، وبعدين نجيبها نشكلها، نخرمها في النص ونفضل ندور فيها كده. شكلها سهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسة ولا اي حاجة. وبعد ما نقطعهم هنسيبهم يرتاحوا بردك نص ساعة، عشان ضروري جدا يتسابوا عشان يخمروا. واكون محضرة الشربات، كوباية سكر عليها كوباية الا ربع مية لمدة 10 دقايق. بعد كده اخدهم بعد نص ساعة اقليهم في الزيت، واول ما يحمروا على الوجهين، الوش ده والوش ده، هنزلهم في الشربات واصفيهم، احطهم في مصفى يتصفوا. وهنا انا لما نزلتهم في ده شربات على فكرة مش زيت، دي الطاسة الاولانية زيت، انما ده شربات. واحطهم في الشربات وبعدين احطهم في مصفى يتصفوا. وبألف هنا وشفا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، وتتابعوني على قناتي في يوميات بنت جعفرية.